اتصدمت صدمة حياتي لما حد من الشباب بيتكلم معايا وبيقول لي عايز اتكلم معاك في مشكلة. قلت له خير. قال لي انا مشكلتي في الحياة كلها ابويا. قلت له طب ايه اللي بيحصل ما بينكم؟ خلي فيه مشكلة كبيرة وبروبلم كبير قوي بينك وبين الحاج كده، ايه اللي بيحصل؟ تخيل يقول لي ايه المشكلة كلها؟ ان الشاب بيقول لي ابويا بيضايق عليا وبيخنقني ومزهقني ومطهقني في عيشتي، علشان ابويا خايف ان انا اتطور بسرعة فاكون احسن منه فهو يتضايق، لان ابويا ما بيحبش حد احسن منه. انا بقيت واقف حرفيا مش عارف اقول له ايه. ما هو انت يا حبيبي يا اما متربي في جردل، يا اما مخك ده انت جايبه من مقلب زبالة. ما هو مش طبيعي، الكلاب السعرانة اللي في دماغك ديت مش طبيعية. حبيبي ده الشخص الوحيد اللي على وجه الأرض اللي عايزك تبقى أحسن منه. ده الشخص الوحيد اللي حرفيا هيضحي عشانك بكل حاجة. ده الشخص الوحيد اللي طالع عين أهله في حياته بسببك وعشانك، وعشان انت واخواتك تبقوا أحسن حد في الدنيا. معرفش ازاي الشاب فكر بالتفكير ده. حبيبي ده اكتر واحد هيبقى فرحان في الدنيا لو انت بقيت احسن منه. انا عامل الفيديو ده مخصوص ليك. عيد حساباتك تاني ودورها في مخك كده بالنسبة لابوك. عيد حساباتك وفكر الراجل ده تعب عشانك قد ايه. عيد حساباتك وفكر لحد النهاردة بيتعب عشانك في ايه. وانت نفسك هتقنع نفسك ان اللي انت بتقوله واللي انت بتفكر فيه تمام الغلط، وكل حاجة انت بتقولها لا تمت للعقل ولا للصح ولا للمنطق بأي صلة. وخليك فاكر ان اي مشكلة في الدنيا ليها حل، بس انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتسأل حد مختص، وان شاء الله كل شيء هيتحل.